بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة رجل المعجزات البابا كورولوس جايلك برسالة مخصوص ليك انت وبيطمنك وبيقولك يسوع المسيح هيتدخل وهيزيل عنك همك وألمك، وعلى قد ما الهم تراكم قوي عليك على قد ما هيديلك تعزيات سماوية رائعة وحلول لكل المشاكل. اطمن يا حبيبي وما تفكرش كتير، وسلمها لرب التدبير اللي هيفتح لك الطريق قدامك وهينور حياتك، لأنه بيحبك وانت مش هتهون عليه ولا هيهون عليه تعبك وضغوطاتك. الآية بتقول: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. فمهما كان ربنا هيسندك وهيقويك وهيملاك بالسلام والاطمئنان، مش هيسيبك أبدا في همك وحزنك، هيتعامل مع كل مشاكلك، هيحلها بطريقته هو، بالطريقة المعجزية، وهتدوق الفرحة وسترى عمله العجيب في حياتك. صدق التجربة اللي انت فيها هتفرج. افتكر قصة الفتية الثلاثة وهم في أتون النار، والنار كانت حواليهم اتحولت في ثانية واحدة لندى بارد. انت كمان ربنا هيتدخل وعمره ما هيسيبك. التعزيات اللي ما كانتش هتخطر على بالك ولا على بال حد هيبعتها لك. ثق انه لما تلاقي الضيقة عمالة بتكتر وتزيد وتتعقد، تأكد إنها خلاص هتبقى اتفكت وهتفرج، وإن إلهك هيتدخل ويفرح قلبك، لأنه هو له كل المجد، ما عندوش مستحيل. اتقوى بيه فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. مهما كانت نفسك حزينة ومتألمة وقلبك مجروح وحاسس إنك مخنوق وعينيك مليانة بالدموع، ما تخافش يا حبيب أبوك. المشكلة هتتحل بقوة رب المجد يسوع، وأحزانك هتنتهي وهتتحول لأفراح في اسم يسوع. جروحك هتلتئم. إلهك بيحبك وعينه عليك باستمرار، وإحساس إنك تقول يا رب وإنت مخنوق أجمل بكتير قوي من إنك تقول يا فلان وما تلاقيش حل. ثق فيه، يسوع دايما جنبك، اطلبه هتلاقيه، بس انت افتح له باب قلبك، وعمره ما هيدخله قلق ولا خوف من شيء. هو له كل المجد، بيرتب ليك حياة جميلة. اصبر وعلى قد صبرك هيديك. ما تشيلش هم بكرة ولا تفكر فيه، بكرة ده في ايدين رب المجد يسوع. فخليك مطمئن جدا جدا، ودع الأمر لمن بيده الأمر. فمن يضع رجاءه في الرب لن يشعر باليأس، لأن يسوع هو إله الأمل والفرح. هو اللي فداك علشان يديك الأمل في بكرة. هو اللي معاك دايما، مش هيسيبك أبدا. الرب عونك فلا تخشى من شيء، وانت في خير ونعمة طول ما انت معاه. هو عارف نيتك وسؤال قلبك، عارف رغبتك وهيحققها لك، هيسندك. هو عالم بكل أحوالك وعارف المشاغل اللي شاغلة بالك ومحطمة أمالك، لكن سيبها عليه وانت هتشوف العجائب والمعجزات. هيزيل كل آلامك وهتشعر بهدوءك وسلامك. صليله باستمرار واجري عليه، احكيله عن كل أتعابك اللي في حياتك وعن كل مشاكلك. قوله على كل اللخبطة اللي جواك، لأنه له كل المجد بلمسة واحدة هيشفيك ويحل كل المشاكل ويرضيك وهيرفعك فوق أي ضيقة.
صحيح إنه بيكون فيه صعوبات وأحيانا حزن وضيقات، لكن خليك واثق في وعد ربنا لما قال: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأنني أنا معك. ما تخافش، الضيقة اللي في حياتك هتنتهي بفرحة، والحزن اللي جوه قلبك هيتحول لضحكة مش هتفارق وشك، والأزمة هتعدي مع يسوع، والمشكلة بإيده هتنتهي، والأيام الصعبة هتخلص. يسوع هو إله النهايات السعيدة، ليكن اتكالك على الرب. هو عارف هيدبرها لك ازاي، وإن تخلى عنك الجميع حتى أقرب الناس ليك، هو لن يتركك، سيظل يساندك. وإن تعبت أو مرضت سوف يداويك، وإن حزنت أو بكيت سيمسح لك دموع عينيك. هو بيحبك جدا وناقش على كفه اسمك، يعني مفيش حاجة هتقدر تمسك، واللي يمسك يمس حدقة عينه. مش هيسيبك ولا هيبعد عنك، وسط الألم هتشوفه معاك، ووسط الحزن هيعزيك. هتشوف إلهك وسط الظلام بينور لك طريقك. اطمئن جدا. آمين. بركة وصلوات البابا كورولوس تشملنا جميعا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.